اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غيكون عندنا لقاء مع السي حسن. السي حسن احد المستفيدين من المبادره الوطنيه لتنميه البشريه، غيجاوبنا على بعض الاسئله اللي ديجا حطوا من المتتبعين ديالنا في لاشين في دي كومونتير ولا في الواتساب. دونك غنبداو اللقاء ديالنا وان شاء الله نستافدوا من الاخ حسن في الاسئله. اول حاجه مرحبا بك اخويا حسن معنا اليوم. اول سؤال عندنا هو كيفاش جاتك الفكره انك تمشي لعند الاندياش المبادره الوطنيه للتنميه البشريه؟ السلام عليكم بعدا، وكنرحب بكم الاخوه المتتبعين ديال قناه اي ام ديزاينر، والاخ كنرحب به وكنشكرو على الاستضافه. السؤال ديال كيفاش بديت الفكره او كيفاش جاتني الفكره ديال انني نمشي عند اندياش. هو صراحه انا ما مشيتش كنقلب على الاندياش، بقدر ما انني كنديز حدا واحد المنصه ديال الشباب اللي كاينه في المقر فين كنسكن، وبانت لي كاتبين في الاعلان ديالهم منصه الشباب اللي حاملين المشاريع، وقلت علاش ما نمشيش نسولهم. ومشيت عندهم سولتهم، قلت لهم شنو هو زعما هذه الجمعيه ديالاش، وقال لي حنا منصه ديال الشباب دارتها العماله باش تجيب الناس اللي حاملين المشاريع وتدعمهم باش ما يبقاوش عندهم المشاريع كمجرد افكار، باش يوليو مشاريع الارضيه الواقع، يخرجوا ديك المشاريع ديالهم. وهاد المنصه هذه راه كاينه في كل عماله، كتلقى منصه خاصه بحاملين المشاريع. واخا عندنا سؤال اخر، فين توجهتي اول مره من بعد ما مشيتي عند هادو؟ واش رجعتي عندهم هما ولا صيفطوك لشي بلاصه اخرى؟ لا، من بعد ما مشيت عندهم هما داروا قانون التسجيل ديالي، خداو الاسم ديالي وكافه المعلومات، وطلبوا مني باش نجيب لهم بعض الوثائق. ومن بعد مرور واحد اسبوع اتصلوا بيا باش يعطوني واحد الرونديفو، موعد باش نبداو سميتو الاجراءات ديالنا. شنو هما الوثائق اللي طلبوا منك باش تجمع؟ كانوا ساهلين، عندك جوج تصاور والبطاقه، صوره ديال البطاقه الوطنيه والشواهد المحصل عليها، سواء النيفو باك او الباك او شي ديبلوم حصلتي عليه، لا غير. بالنسبه اللي ما عندوش مثلا خارج من السادس من الكطريام وعنده شي فكره باغي، لا حتى هو كانوا معايا اصدقاء اللي عندهم مستوى بسيط، ولكن استطاعوا انهم يقنعوا لجنه ديال اقتناع ديال المشاريع بالمشروع ديالهم، ونجحوا. دابا راهم المشروع ديالهم دابا شنو هما المميزات اللي كيبغيو في الشخص؟ كيفاش يكون هذا الشخص اللي باغي يتقدم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وعنده واحد المشروع وباغي يبدا، عنده الفكره ديال المشروع؟ شنو هما لي كاركتيرستيك ولا المميزات اللي كيبغيو في هذا الشخص هذا؟ صراحه هذا سؤال اللي هو مزيان، لانه اهم حاجه هو حامل المشروع خاصو يكون ثقيق في المشروع ديالو، ويكون موتيفي لهذاك المشروع، وعنده واحد الطاقه ايجابيه اتجاه هذاك المشروع، اتجاه الفكره ديال المشروع ديالو، ولو انها تكون فكره بسيطه. هذه الميزه هذه كتخلي الناس اللي قبالتك، زعما الناس اللي هما مكلفين بهذه الدراسه ديال المشروع، انهم يوقفوا معاك ويقبلوا المشروع ديالك. كيفاش كتتم الاجراءات؟ انت جبتي الوثائق؟ من بعد ما كنجيبوا الوثائق اللي كيطلبونا من شهادات والبطاقه الوطنيه والصوره، كدوز واحد الاسبوع كيتصلوا بنا باش يعطونا باش نبداو فتره ديال المواكبه ديال المشروع. كيفاش كيتم الاختيار ديال داك المشروع المناسب؟ دابا انت غتجي تقول لهم مثلا عندي مشروع ديال باغي ندير محلابه، باغي ندير مطبعه، باغي ندير شي فوتوكوبي، باغي ندير شي حانوت، فهمتي؟ شنو هما المعايير اللي كياخذوا؟ واش اي مشروع مقبول في هذا الشيء كما كان نوع المشروع؟ انت جيتي كوبيتي شي مشروع من شي واحد جيتي بغيتي ديريه، شنو هما الحوايج اللي انت ملي غتعطيهم هذاك المشروع، شنو هما الحوايج اللي غيقول لك انت خصك تكون ديجا عندك فيهم دي باز، ماشي غتكون كتفهم مي عندك شويه. انت مثلا باغي دير مطبعه خصك شويه تكون كتعرف تخدم بالبيسي، تعرف باش حيت هذا الشيء ضروري غيكون. واش الا ما كنتي تقول لهم انا السلامه صاحبي راه دار مطبعه خذا الفلوس بغيت انا ندير مطبعه بحالو، واش غيقول لك السلام مطبعه مشروع ناجح هاك سير؟ غير بالنسبه للفكره ديال واش كاع المشاريع مقبولين ولا لا، فهي اول حاجه ماشي كاع المشاريع مقبولين. علاش؟ كاينين واحد جوج فئات ديال المشاريع اللي ما مقبولينش، اللي هما عندك الترونسبور
انك مثلا عندك اكتيفيتي ديك بغيتي يشريو لك مثلا طوموبيل او موطور، فهذه ما مقبولاش. والمشاريع التجاريه اي انك تدير محل ديال مثلا بيع المجوهرات، بيع الملابس، او بيع شي حاجه اللي كتبيع وتشري فيها حتى ما مقبولاش، لان ما كيشريوش لك ستوك او ما كيشريوش لك بقدر. او المشاريع اللي كي تقدر تاخذ فيها الدعم انها تكون مشاريع صناعيه او خدماتيه حرفيه صناعيه، غتصاوب شي برودوي، غادي دير واحد لو سيرفيس، تكون الصناعه ولا السيرفيس غادي تقبل. ولكن تجاريه صعيب ما كيقبلوهمش. لا وكن قلت لي واش ضروري مشروع خاص تكون انت مثلا عندك فيه شي ديبلوم او عندك فيه شي تجربه؟ الا كان مزيان، الا ما كانش راك مقبول بطريقه كيفاش انت كدافع على المشروع ديالك، كيفاش انت كيشوفوا هما انت واش ديجا داكشي اللي باغي فاهموا ولا ما فاهموش، واش موتيفي ليه، واش مشيتي بحثتي، مشيتي مثلا. كان عندنا واحد الصديق كان باغي يدير في كوفي شوب، وهذا الصديق هذا كان عنده صديق اخر جا حتى هو باغي يدير شي مشروع، ولكن ما عندوش شي فكره. ومن سولو السيد اللي مكلف باشنو المشروع اللي بغيتي دير، قال له انايا غندير بحال الصديق ديالي كوفي شوب. يعني في الاول جا هو ما عندوش فكره، شاف انه من سولوه قال لهم غندير بحال صاحبي الصديق ديالي. هذا الصديق هذا اشنو الخطا اللي دار؟ انا اول حاجه جا المنصه ما عندوش فكره ديال المشروع، وثاني حاجه من سولو قالنا باغي ندير بحال صاحبي. وبقينا في المونتاج ما قالوا حتى شي حاجه، بقينا في المونتاج ديال البروجي. كاينين الناس اللي كيخدموا معنا دراسه الجدوى. دونك دابا في هذه البيريود هذه ملي كتقبل الجمع الوثائقي كيكون شي دوره تكوينيه، كتكون دوره تكوينيه كيهيئوك المشروع ديالك. كاينه دوره تكوينيه اللي كتستمر دابا حاليا، ولا كتستمر غير 3 شهور. شحال هذه كانت كتستمر 6 شهور، كتقدر تمشي 6 شهور. دابا ولات 3 شهور، دابا ولات 3 شهور وكتخرج لك الدعم. دابا ولات المساطر تبسطات اكثر، ولات بسيطه. هذه الدوره التكوينيه كتقوم بها واحد الجمعيه، كتكون هي لو بارتنير ديال الاندياش. وصل بيناتهم ماشي هي شريك ديال الاندياش. وكتكون جمعيه اللي يكون فيها واحد الافراد اللي كيكونوا تبارك الله ناس اللي متمكنين من المجال ديالهم ديال المواكبه والدعم. هذه المواكبه كتكون على انك كيفاش تصاوب دراسه الجدوى. وكيكون واحد البيزنس كانفا. اول حاجه كيكونوا جوج، كاين بيزنس بلان وبيزنس كانفا. هادو ملي كتمونطيهم هذيك المراحل ديال المونتاج هي الفورماسيون ديالك. ومن بعد هذا البيزنس البيزنس بلان كتخرج منه ان بيزنس كانفا اللي كيضوي على البروجي ديالك بطريقه لاي واحد كان قدامك يفهمك اشنو كدير. واحد السيد سولني واحد السؤال، واش اي بروجي مثلا البيدجي ديالو مثلا جبت عندي واحد بروجي في دماغي انايا عندي قناعه بانه ناجح ومزيان وداكشي، هذاك البيدجي اللي خاصني 50 مليون، واش هذا البروجي يقبلوه ليا ولا لا؟ وشحال القيمه اللي هما البلافون اللي كيقدروا يعطيوه هما دعم؟ بالنسبه للبيدجي اللي كيقبلوه هما حاليا دابا كاين واحد التغيير. دابا 150 الف درهم، ما بقاتش غير 10 مليون، 15 ولات 15 مليون، ومع 10% من عندك. يعني 10% كتكون ماديه او عينيه. يعني في حدود دابا الدعم كيدعموا المشاريع في حدود 15 مليون، وانت تساهم المساهمه ديالك في حدود 10%. يعني الا درنا 15 مليون يعني 11000 درهم. 11000 درهم هي المساهمه ديالك. وهذيك 11000 درهم تقدر تكون فيها واحد النسبه ديال الماتيريال مثلا متوفر عليه نتايا، ونسبه اخرى تكون عندك فلوس. يعني هو انت البروجي ديالك تقدر ولكن الا كان فايت مثلا 50 مليون، الصديق ديالك عنده مشروع دير 50 مليون، فهنايا يعني غيدعموك ما غير 15 والكماله انت غتقدر ديرها من جيب. وفي هذه الحاله هذه خاص تشوف دي سيبفونسيون، دي سيرفيس دي سيبفونسيون اللي كيمشيو لهاد لي مونطون كبار. هما كاينين في المغرب، غادي ندوي عليهم من بعد ان شاء الله. دابا المونطون اللي خصو يكون عندك في بالك ما بين 10 و 15 مليون. ما بين 10 في حدود 15 مليون، وتكون عندك ديجا 10% ديالك. 10% شي 10 مليون تكون عندك او مليون. لا دابا سي 10% 15 غتكون عندك مليون ونص. ماشي شي بيدجي اللي كبير يعني في المستطيل. الا كان باغ اكزومبل هذيك المليون ونص تكون عندي غير مثلا المحل كريتو، لا يعني ما داخلاش في هذا الشيء. لا تقدر تدخل شهرين، كتدخل شهرين، ولكن هذيك ما غتدخلش من الاول. يعني مزيان المحل عندك ديالك راه مزيان، غيسهل عليك انك ما غتكونش معفي من هذيك التكاليف ديال الكرا. دونك دابا لو وصلنا للوقيته اللي غادي يعطوك هذاك الدعم، شنو هما الحوايج اللي كتمشي دير؟ مثلا انايا باغي نشري واحد الماتيريال، باغي نشري بيسي، باغي
كتشري مثلا واحد الماكينه كطبع، واحد الماكينه كدير شي حاجه، شنو هما الحوايج اللي غنمشي نقول لهم انا مثلا لقيت واحد الماكينه ساويه مثلا 5 المليون غيعطوني 5 المليون اسبيس ونمشي نشريها صافي؟ لا، من بعد حنا كاين في الاول حاجه كنجيو بفكره او بمشروع، ومن بعد من كنقوموا من بعد ديك الجمعيه اللي فيها ناس الاوتور ديالها كيوقفوا معنا في واحد بلقاء بواحد لي فورماسيون. كنكون عندنا واحد اليومين في السيمانه كنديروا دي فورماسيون. هذوك لي فورماسيون هما اللي كيعاونونا باش نفهموا البروجي ديالنا اكثر، فهمتي، وكنشوفوا الحاجيات ديال البروجي ديالنا من ماتيريال، من سواء ماديه او كافكار، نعرفوا شنو هما لي بوين فور ديال المشروع ديالنا، شنو البوين فيبل. هاد ليطاب كاملين لا انا جايك في الهضره غير اسمح لي، حيت من بعد ما كنديروا هذا المونتاج دو سميتو كندوزو قدام واحد اللجنه. هاد اللجنه هادو كتجي من العماله، فيها ناس اللي كيفهموا في المشاريع ديالنا وتيكونوا معاهم مقاولين اللي خدامين في نفس تقريبا المجال ديال المشاريع اللي معروضه. استيماسيون ديال لا يعني كتوقف قدامهم كيسولوا، كيكونوا اسئله اللي هي كتكون اسئله اللي هي كتدور على المشروع ديالك، وشنو القوه الضعف ديالو، وشنو القوه ديالو، شنو زعما مكمل الضعف ديال المشروع ديالك، وخاصك تجاوب بطريقه الاجابه ديك خاصها تكون كتقنعهم. دونك النصيحه اللي تعطيهم انه يكون ديجا بريباري وعارف وفاهم، خاص المعقول يعني تكون معقول، ما تكونش باغي دير غير مشروع باش تربح الماتيريال وتبيعه ولا شي حاجه، لا خاصك دير مشروع باش تزيد بيه لقدام. يعني حتى الناس اللي كيسهروا على هذه المواكبه راهم كيعرفوا اللي هو جاي اللي جاي هو جاي باغي يتفلى، واللي هو جاي يعني هو داك اللي قلت لكم قبيله، هذاك الصديق اللي كان مع الصديق الاخر فهو ما داش. دونك دابا ديك الدفعات النقديه كيفاش دابا انايا عندي مشروع ديالي تقبل ديال 10 المليون مثلا، ياك واش غادي يجيو يعطوني 10 المليون اسبيس، واش غيعطيو لي شيك، واش كيفاش كتم هذا الشيء هذا؟ في السابق في البروغرام اللي فات ديال العام اللي فات ديال 2022 كانوا كيفيرسيو لك في الكونت ديالك لو مونطون، كيفيرسيوه لك من بعد ما كتجيب لي دوفي ولا كدير كتجمع لي دوفي ديال داكشي اللي بغيتي لي دوفي، وكاين واحد اللي لاتر دو كونسلطاسيون لي دوفي، وكتجيب لي فاكتور ولي بوند ليفريزون. يعني هادشي كامل كتقادو كتعطيهم لو ريب ديال البنكه ديالك وكيفيرسيو لك هادشي من بعد ما تكون عندك كونت خاطباي وعندك لوتوريزاسيون ديال مزاوله النشاط. هادشي خاصك تكون توفرتي عليه والمحل عا باش كدوزو لك الفلوس. هادشي في السابق كان خصك تكون عندك ديجا كريتي المحل عندك كونت خاطباي ماشي جيستيون ماشي السيد مول المحل كونت خاطباي عاد باش تاخذ لوتوريزاسيون ديال مزاوله النشاط عاد باش كيفيرسيو لك في البنكه ديالك فلوس في البنكه ديالك. كيفيرسيو لك هذيك 10 مليون كامله دقه؟ لا كيفيرسيو لك 40% منها. 40% و40% ولا 60%. بعد المرات كتكون 60% و40% كتبقى ديماري. كيقول لك ديماري شي يبان لينا كتشري الماتيريال الاولاني كديماري. واش كتكون شي مواكبه مور هادشي شي كونترول؟ دابا انا جيت فيرساو لي ديك 60% صافي وما درت حتى شي حاجه. هو كيكون ديما خلص مول الكرا وداك الماتيريال بعتو صافي. من بعد ما كتكري كدير لوك كتجيب الكونطرا باي وكتكري المحل، كيجيو كيشوفوا المعاينه ديال المحل واش هو مقبول انه دار فيه هذاك النشاط، انه فيه واحد المساحه تكون متوفره وفيه واحد الشروط يكونوا متوفرين مزاوله هذاك النشاط. عاد باش كيدوز باش ملي كتقبل لك المحل كيفيرسيو لك، عاد باش من بعد ملي كيفيرسيو لك انت كتمشي هذوك الفلوس ما كتاخذهمش انت، كتفيرسيهم في لو كونت ديال هذاك الشركه اللي غتشري عندها الماتيريال. هذه كان في السابق، ما كاين دابا ولاو هما اللي كيشريو. دابا حاليا في 2023 دابا ولاو هما بقاو عندنا المغاربه دغناشه قوالبيه، حيت كاين ماشي غير من الحامل المشروع، كاين مشكل حتى في الناس اللي كتمشي تشري من عندهم لي دوفي، اللي كتمشي تعطيهم لي دوفي الشركات كتلقى بعض المرات كيزيدوا عليك الثمن بزاف، وكيكون بعض المرات كيبيعوا لك ماتيريال اللي هو مستعمل. هذاك الشيء علاش دابا ولا بروتيجيو راسهم حتى باش يعطيوك حيت بعض المرات الدراري ما كيعرفوش. دابا خدينا 10 المليون ياك، بدينا البروجي كملنا خدينا ديك 10 المليون اجراءات كاملين، واش غدوز شي بيريود خصني نبدا نرد في هذيك 10 المليون؟ لا يا ما كتردش داك الماتيريال اللي كتشريه، داك المونطون كامل ما كتردوش ليهم. ملي خاصك دير هو ان كاينه واحد الكونفونسيون، كاينه واحد الشراكه، كاينه واحد العقد كيستمر عامين كتسينيه في المقاطعه مع الاندياج، بانك هذاك الماتيريال اللي كيعطيوه لك هو باش تخدم البروجي ديالك
ديالك وما كتبيعوش، ما عندكش الحق تبيعو او ما تخدمش به، خاصك تخدم به، سينو انا ما خدمتيش به راه كيحيدوه لك فهمتي، او كيعطوه لواحد اخر اللي يخدم به. دونك كنشكروك السي حسن على هاد الاسئله اللي جاوبتينا عليهم، وكنتمنى لكم الخوت حظ موفق. وبغيت شي نصيحه منك السي حسن للاخوان اللي كيسمعوا لنا دابا؟ بالنسبه للناس اللي مهتمين عندهم فكره ديال المشروع او مهتمين يديروا المشروع ديالهم، فانا كنصحهم ان توجهوا للاندياج، بخلاف منهم يتوجهوا لشي ياخذوا قرض من البنك ولا شي حاجه، لان الاندياج غير بعدا غتعطيك الماتيريال اللي باش غتبدا المشروع ديالك. اسمح لي، الفرق بينها وبين مقاولاتي ولا انطلاقه، فانطلاقه كترد كتولي عندك واحد هذا هو لافونتاج ما بين الانطلاقه والمبادره التنميه البشريه. انطلاقه خصك ترد هذاك الشيء، ولكن المبادره التنميه البشريه كديرها معاهم كونطرا ديال عامين تخدم وما كتردش، من بعد هذيك العامين راه ما كتبقى تحاسب على شي حاجه، كلشي كيولي ديالك، هادشي ديالك راه كنتمناو التوفيق للجميع والله يوفق الجميع. كنشكرك اخي الحسن، ولنا المره الجايه ان شاء الله. اللهم